رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، فأما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قبل بداية أي حاجة لا تنسوا الدعاء لأخواتنا المستضعفين في غزة. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بإذن الله تعالى هنتكلم النهاردة عن الفصل الثاني اللي يخص مادة أراضي لمقرر كيمياء الأراضي. تمام، اتكلمنا إن شاء الله عن الفصل الأول وعرفنا عليه إن هو كان بيتكلم عن التركيب الكيميائي والمعدني للأراضي. تعالى كده نرجع الفصل الأول في دقايق معدودة ونشوف احنا خدنا ايه في المقرر. يا شباب، خلصنا الفصل الأول واتكلمنا منه عن مكونات التربة وعرفنا ازاي ان هي بيكون نظام معقد، وفهمتك انا في الجزئية دي. واتكلمت طبعا عن مكونات التربة من المكون الصلب وجزء معدني وجزء عضوي اتكلمنا عليه، واتكلمنا ان اكتر حجم حبيبات التربة مهم جدا انك ايه تحفظها. تمام، واتكلمت بعد كده عن المكون الغازي والمكون الصلب، المكون الغازي والمكون السائل. قلنا المكون الغازي بيتركز في المساميات والفراغات الموجودة من التربة، بيختلف من نوع التربة للتاني. واتكلمت برضو على نوع الهواء الأرضي والهواء الجوي وقارنت ما بينهم. اتكلمت طبعا على التركيب الكيميائي والمعدني للرمل والثلج، التركيب الكيميائي والمعدني الطين وركزنا عليه جدا. وخدت كمان المجموعات تقسيم مجموعات المعادن اللي بتخصه، ونسبة السيليكون والأكسجين قلنا كل ما بتقل النسبة كل ما بتزيد مقاومة التجوية، يعني هتقل التجوية كمان. واتكلمت بعد كده على عالم لويس. تمام، اللي قالك إن حبات الطين تحمل شحنة سالبة نتيجة تحمل شحنة كهربائية نتيجة عملية التفريد، نتيجة عملية التدرج في فرق الجهد الكهربي. تمام، وبعد كده اتكلمت بقى وركزت على التركيب البنائي والمعدني للطين، متقسم لمجموعة الكولانايت والتولانايت والمايكا. وقلت لي برضو إن من الوحدة الأساسية لتكوين البلورة معدن الطين عندك زي طبقة من سيليكة الهيدرا والألومنيا أوكتاهيدرا. جميل جدا. واتكلمت طبعا عن مجموعة الكولانايت والمايكا، والنهاردة إن شاء الله نكمل الكلام. نتكلم عن الفصل الثاني الخاص الكيميائيا. صلى على النبي. نتكلم النهاردة يا شباب عن التبادل الأيوني. طيب، واحدة واحدة بس كده. انت النهاردة اتكلمنا عن التبادل الأيوني، جميل جدا. أول حاجة هو بيقولك يقصد بالتبادل الأيوني ده ايه. تعالى بس كده على جنب. هو بيتكلم لك على التبادل الأيوني، يعني انت مثلا عندك الكالسيوم موجب 2، تمام، وعندك مثلا الكلور -1. فهو التبادل الأيوني هنا بيقصد بأنه أيونات موجبة وأيونات سالبة، فهو عملية عكسية يتم بواسطة تبادل الكاتيونات والأنيونات. ده جزئية. يبقى أنا كده هتكلم على الأيونات والأنيونات بين الطول السالب والطول السائل من النظام الأرضي. تعالى كده، الطول السالب والطول السائل من النظام الأرضي احنا كنا اتكلمنا عليهم في مكونات التربة، وقلت لي إن بيتركز فيه النظام المعقد من الطول الصلب والطول السائل، ركزنا قوي على النقطة دي. أو كمان ممكن يكون بين الأطوال الصلبة إذا كانت قريبة من بعضها. يعني ايه قريبة من بعضها؟ قالك أعرفك بعد شوية. لو كانت قريبة من بعضها. جميل جدا. يطلق على تبادل الكاتيونات طبعا الموجبة باسم اصطلاح التبادل الكاتيوني، وعلى تبادل الأنيون السالبة باصطلاح التبادل الأنيوني. ترجع عملية التبادل الأيوني إلى الجزء الغلوي في الأرض، وده هنتكلم عليه بشكل كبير أوي، ويشمل الجزء الطيني والمادة المادة الغلوية. ويمكن تعريف الجزء الغلوي على أنه حبيبات ذات الأقطار أقل من 1 مايكرو. تمام، يبقى أنت عندك الجزء الغلوي ده بيشمل ايه؟ جزء طيني وجزء من المادة العضوية. ويمكن تعريف الجزء الغلوي على أنه حبيبات من أقطار أقل من 1 مايكرو. ولازم برضو تحفظ ايه؟ تحفظ المقدار بتاع الحبيبات دي تضمه مع حبيبات الرمل والسلت والكلام ده كله، إن هيجي يربطهولك في الامتحانات. أو ما يعرف ب1 على مليون من المتر، وتتميز بسطح نووي عالي جدا. طبعا مش جديدة عليك، لأن احنا خدنا من الخواص التين إنه سطح نووي عالي جدا ويدخل في ايه؟ ويتحكم في العناصر الضرورية للتربة. ويكون السطح المعلم منه عادة نشط جدا كيميائيا. أيوة فعلا، عشان نتيجة ايه؟ نتيجة الجزء العضوي. كما أن حبيبته تحمل في معظمها شحنات كهربية سالبة. ايه حكاية الشحنات الكهربية السالبة دي بقى؟ ده اللي احنا هنعرفه دلوقتي. على منشأ وسيادة الشحنة السالبة على أسطح المواد الغلوية بالتربة. طيب، أول حاجة بيقول لك تنشأ وتسود الشحنة السالبة على أسطح حبيبات المواد الغلوية بالتربة بسبب إيه؟
أول سبب بيقولك عملية الإحلال المتماثل. تعالى كده نعرف ببساطة يعني إيه عملية الإحلال المتماثل. يقولك عملية الإحلال المتماثل داخل التركيب الشبكي لمعادن الطين، وهي شحنة دائمة وموزعة بانتظام على السطح. قبل كده انت اتكلمت المعادن الطين، خدت التركيب الكيميائي والتركيب البنائي. طيب خدت التركيب البنائي لمعادن الطين ان هو بيتكون من وحدة أساسية اللي هي الأوكتاهيدرا والسيليكا تتراهيدرا. حاجة تخص الكلام ده. تمام. هو بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك ان الاحلال ده بيتم داخل الشبكة لمعادن الطين. تركيب الشبكة لمعادن الطين وهي شحنة دائمة وموزعة بانتظام على سطح الحبيبات، حيث يؤدي الإحلال إلى إيه؟ أيوة، حيث يؤدي الإحلال المتماثل بأيونات ذات تكافؤ أقل محل أيونات ذات تكافؤ أعلى إلى تكوين شحنة سالبة على سطح المعدن. ومن الأمثلة الشائعة في معادن الطين عندك قالك إحلال أيون الألمنيوم الثلاثي محل أيون السيليكون الرباعي في طبقة السيليكا تتراهيدرا مكونة شحنة سالبة قريبة من السطح. وقلنا هنا مادام هو اتكلملك على شحنة أو في طبقة السيليكا تتراهيدرا فهيكون لك شحنة سالبة قريبة قريبة من السطح. يكون لك شحنة سالبة قريبة من السطح. تمام. اما بقى لو احلال مثلا ايون المغنيسيوم الثنائي محل ايون الالومنيوم الثلاثي، انا هنا خلي بالك بركز على التكافؤ عشان اقول ان عمليه احلال متماثل لانها يتم من احلال ايونات ذات تكافؤ اقل محل ايونات ذات تكافؤ اعلى، فده اتحقق كده الشرط ده. طيب هو كلم لك بقى على طبقه الاوكتاهيدرا. هيدرا تعالى كده نبينها. اتكلم لك حضرتك هو على طبقه الاوكتاهيدرا مكونة برضو شحنة سالبة، سبب يكون شحنة سالبة. طيب بس فين بقى؟ قالك بس هتبقى بعيدة ولا قريبة بعيدة، ان هو اتكلم لك على طبقة الألومنيوم اوكتاهيدرا يكون لك شحنة سالبة بعيدة عن السطح. طب لو كانت تتراهيدرا لا قريبة من السطح. تمام. يبقى انت كده عندك السبب الأول ما يسمى اللي هو بيسميه الإحلال المتماثل. ببساطة جدا انت هيحصل إحلال ما بين أيونات ذات تكافؤ أقل تحل محل أيونات ذات تكافؤ أعلى. ويعتبر الإحلال المتماثل مصدرا أساسيا للسعة التبادلية الكتيونية في معادن الطين مجموعة المنتوموليرايت والفليموكلايت، بينما معادن الكاولونايت فيتسم بانخفاض شحنته لعدم وجود إحلال متماثل في وحدته البنائية، ويتكون عند حوافه المقصولة فقط. بمعنى ان انت عندك معدن الكاولونايت شحنته عندك الشحنة السالبة بتاعته منخفضة. ليه يا عم؟ عشان ما بيعملش إحلال متماثل في وحدته البنائية اللي وحدة تركيب المعدن. طيب بس يا باشا الإحلال ده هتلاقيه مثلا عند الحواف المقصورة فقط. جميل جدا. وبناء على ذلك يمكن تعريف الإحلال المتماثل. تمام. هو إحلال كاتيون محل آخر. جميل جدا. داخل التركيب الشبكي للمعدن بحيث يكون مساويا له في نص القطر. هو يكون مساوي له في نص القطر، يعني يكون قريبا مثلا في الحجم والكلام ده كله. هو بيقول لك مساوي له في نص القطر، ومختلف عنه في التكافؤ. ايوه يا عم هيكون مختلف عنه في التكافؤ. ليه؟ علشان احلال ايون عندك تكافؤ اقل محل ايونات ذات تكافؤ اكبر، فلازم يكون مختلف عنه في التكافؤ ويكون مساوي له في نص القطر. والكلام ده برضو كده لو اتكلمنا في معدن الكاولونايت هيقولك هيتحقق فين يا عم الحاج؟ هتقوله بيتحقق عند حوافه المقصولة فقط. ماشي. يبقى احنا كده فهمنا الإحلال المتماثل ببساطة، وده اللي بيزود الشحنة السالبة وسبب زيادة الشحنة السالبة على أسطح المواد الغلوية. طيب يا باشا تعالى نتكلم بقى على عملية السبب التاني. بيقولك والله يا اسطى عشان سبب عملية بسم الله الرحمن الرحيم. بيقولك علشان سبب عملية تأين مجموعة الهيدروكسيد المرتبطة بالسيليكون. مجموعة الهيدروكسيد المرتبطة السيليكون لما بتتأين، تمام، نتيجة بيقولك نتيجة كسر طبقة السيليكا تتراهيدرا تكوين شحنة منغيرة ومتركزة عند حوالي تتوقف على رقم الحموضة البيئي. طب ليه تتوقف على رقم الحموضة؟ ان هو بيقولك ان هو لقى
نجد أنه في الوسط القلوي يكتفي بالتركيز البلور شحنة سالبة، تمام، ولهذا تزداد الشحنات السالبة وبالتالي تزداد السعة الإغناطيسية الكاتيونية، يزداد السعة التبادلية أكتر. يعني انت كده قلت لي حاجتين، قلت لي ان تأيم مجموعة الهيدروكسيد هيديك شحنة متغيرة طبقة السيليكات الهيدرو، وحدد لك طبقة معينة ركز عليها، وقال لك خلي بالك هي متركزة عند الحواف، هنا مش في المعدن بشكل كامل، لا ده عند الحواف. وقال لك بتعتمد كمان على رقم الحموضة، وقال لك لما بيكون في الوسط القلوي ده اللي بيزود الشحنة السالبة وبيزود السعة التبادلية، وتنخفض الشحنات الموجبة في الوسط القلوي. ايوه ما هو بالعقل، انت في الوسط القلوي بتزود الشحنة السالبة فايه اللي يحصل؟ الشحنات الموجبة هتقل. ليه؟ قالك لتأين المجاميع الحامضية ونقص اكتساب البروتونات الى المجاميع القاعدية، فبالتالي الشحنات الموجبة اللي يحصل لها تزيد ولا تقل؟ قالك هتقل. هذا النوع من الشحنات السالبة له أهمية كبرى في معادن الطين والغلويات العضوية. ماشي. كما يزداد عدد الروابط المكسورة وبالتالي السعة التبادلية نتيجة عملية الطحن، وتعتبر الروابط المكسورة في معادن الكولينات أيضا الهيدروكسيد المصدر الرئيسي للسعة التبادلية الكاتيونية لهذه المعادن. تعالى كده أصل الكلام بيربط بعضه وتحس إن هو إيه، لبالك إحنا زي ما درجنا بالفهم إن إحنا بناخد المعلومة الأول وبعد كده يبدأ إيه التدريج بالتفاصيل بتاعتها. فعشان كده انت المعلومة بالنسبة لك هتبقى منطقية الأكتر. بس أول حاجة انت لازم يكون عندك فهم مبسط للفقرة اللي احنا بناخدها، وبعد كده نبدأ نعمل التفاصيل بتاعتها. صلي على النبي كده. طيب بيقول لك كما يزداد عدد الروابط المكسورة وبالتالي السعة التبادلية نتيجة عملية الطحن بتزيد، وتعتبر الروابط المكسورة في معادن الكولينايت. ايه ده؟ انت جيت تاني؟ ايوه فعلا، لان حضرتك قلت لي ان معدن الكولينايت ده السعة التبادلية، وقلت لي عملية الإحلال المتماثل بتاعته ما بتتمش غير عند الحواف، عند الأجزاء المكسورة، فعشان كده بيقول لك فعلا تزداد عدد الروابط المكسورة وتزداد السعة التبادلية. عندك الكولينايت وعندك الهالوسايت يا باشا، ده المصدر الرئيسي للسعة التبادلية الكاتيونية لهذا المعدن، وده المصدر الرئيسي بتاعك. تمام. تالت حاجة وتالت سبب لزيادة وتسود الشحنة السالبة عملية تأيم مجاميع الكربوكسيل والفينول في المواد العضوية. أيوة يا عم محمود، فعلا انت كنت بتتكلم لي على الأجزاء الغلوية اللي احنا أصلا بنقول ليه الشحنة السالبة سايدة على الأجزاء الغلوية دي، والأجزاء الغلوية دي بتتكون من حاجتين، اتكلمت لي إن هي بتتكون من طين وبتتكون من مواد عضوية. قالك حضرتك بقى نتيجة تأيم مجموعات الكربوكسيل والفينول في المواد العضوية دي بيزداد تأينها بزيادة رقم الحموضة، وبالتالي لما يزداد رقم الحموضة بالتالي فهذا برضو من النوع المتغير، فبتزيد الشحنة السالبة حضرتك. طيب تعالى بقى نتكلم على منشأ الشحنة الموجبة على أسطح المواد الغربية. احنا اتكلمنا على منشأ وسبب منشأ الشحنة السالبة على أسطح المواد الغلوية. تعالى كده شغلنا دايما بنحب نلخصه كده في بداية عشان يبقى احنا عرفنا احنا بناخد ايه بالظبط. اول حاجة عملية الاحلال المتماثل، ودي ببساطة شديدة جدا انت عندك ايونات ذات تكافؤ اقل حل محل ايونات ذات تكافؤ اكبر، بيكونوا كده بس قريبين لنص القطر. واتكلمنا ان الكلام ده بيحصل مع الموتوملونايت والفينوكولايت. تمام. اما يا باشا الكاولينايت فدي معادن بتقل الشحنة السالبة بتاعتها ان هي بتتركز فقط عند الحواف المكسورة. جميل جدا. وقلت لي بسبب برضو تأيم مجموعة الكربوكسيل المرتبطة بالسيليكون لطبقة السيليكاتيت الهيدرا. واتكلمت لها اخر حاجة نتيجة تأيم مجاميع الكربوكسيل والفينول في المواد العضوية. تعال نتكلم بقى على منشأ الشحنة الموجبة على أسطح المواد الغلوية بالتربة. طيب زي ما في شحنات سالبة في شحنات موجبة، وحضرتك اصلا كنت بتتكلم لي احنا بناخد التبادل الايوني هو تبادل عكسي او عملية عكسية تتم وسطها الكاتيونات والايونات، يعني في شحنات سالبة في شحنات موجبة. طيب منشأ بقى الشحنات الموجبة على أسطح المواد الغلوية ايه يا ترى؟ تعالى نتكلم كده.
نكبر الشاشة ونصلي على النبي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا يا جماعة نذكركم بصوم ال6 أيام من شهر شوال، تبقى لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان تمام ثم اتبعه ب6 من شوال كأنه صام الدهر كله. يعني نسأل الله بإذن الله تعالى إنه يكرمنا في طاعته وعبادته، ما نخليش المذاكرة أو نخلي مثلا ضغط حاجة مثلا تأثر علينا في عبادة ربنا. تمام، إن ده الأجر اللي هو هيدينا بركة سواء في المذاكرة أو سواء في حياتنا اللي جاية بإذن الله تعالى. تمام، وخصوصا كمان إن الأيام اللي احنا داخلين عليها هي أيام قمرية شهر شوال، فجزانا وجزاكم الله كل خير. هناك أيضا شحنات موجبة على أسطح الحبيبات الغلوية. جميل يا عم الحاج، ولكنها أقل بكثير من تلك السالبة. طب بتتوقف وتعتمد عليه؟ تعال نشوف. متوقفة على رقم حموضة التربة. أنا خلاص كده فهمتك. انت خلاص كل ما بتزود حموضة التربة كل ما الشحنات الموجبة دي هتقل. أكيد حموضة التربة تتوقف على حسب بقى حموضة التربة. يعني مثلا لو التربة حموضتها عالية فالشحنات الموجبة قليلة، الشحنات السالبة هتبقى كبيرة. طيب، ويرجع وجود الشحنة الموجبة إكساب مجموعة الهيدروكسيل لأيون الهيدروجين. خلي بالك انت هناك لما تحللت أيونات الهيدروكسيل المرتبطة بالسيليكون زودت عندك نتيجة كمان ان هي في الوسط القلوي يكتسب التركيب البلوري شحنة سالبة، وقلنا في الوسط القلوي هيبقى نتيجة هيقل عندك الشحنات الموجبة. طيب، لكن هنا اكتساب الشحنات الموجبة بيتوقف عليها باشا حموضة التربة، يعني تتكلم على الوسطي حميض. طيب، عندك يرجع وجود الشحنة الموجبة على أسطح المواد الغلوية. بيقولك أول حاجة اهو لإكساب مجاميع الهيدروكسيل لأيون الهيدروجين. طيب، يعني أنا كل ما بكسب هيدروجين أكتر كل ما بيحصل عملية اختزال تكوين أيون الهيدرونيوم، كل ما بزود الشحنة الموجبة. فعلا عندك ان الهيدروكسيل لما تكتسب من الهيدروجين يديك الهيدرونيوم اللي بيزيد او اللي بيتميز بوجود شحنة موجبة. كمان اكتساب مجاميع النيتروجين القاعدية في المواد العضوية لأيون الهيدروجين. المجاميع النيتروجينية القاعدية دي في المواد العضوية باشا انا عارفهم خلاص. لكن انت هنا برضو تعالى، احلى حاجة انك تعمل مقارنة كده ما بين المعلومات، هتبقى الدنيا معاك جميلة قوي. انت هنا اتكلمت وقلت لي عملية تقييم مجاميع الكربوكسيل والفينول في المواد العضوية. طب هنا اتكلمتني في المواد العضوية قلت لي لا ده اكساب بقى مجاميع النيتروجين القاعدية تمام لأيون الهيدروجين. يعني انا هنا في حالة اكساب ايون الهيدروجين سواء لمجاميع الهيدروكسيل او مجاميع النيتروجين عايز تقول لي بتزود الشحنة الموجبة على اسطح المواد الغلوية؟ بالظبط يا عم الحاج. ويمكن اجمال تأثير رقم الحموضة على تكوين شحنات متغيرة كالتالي. مثلا عند رقم الحموضة المرتفع عندك تزداد الشحنة السالبة وبتقل الموجبة لسببين. الأول زيادة تأيون مجاميع الهيدروكسيل المرتبطة بالسيليكون، ودي أصلا واخدينها سبب في زيادة الشحنة السالبة يا عم الحاج. والتاني زيادة تأيون مجموعات الكربوكسيل والفينول، ودي واخدينها سبب في زيادة الشحنة السالبة برضه. يبقى عند رقم الحموضة المرتفع هتزيد عندك الشحنة السالبة وتقل عندك الشحنة الموجبة لسببين احنا خدناهم في زيادة الشحنة السالبة. طب لما بتقل بقى رقم الحموضة المنخفض، عند رقم الحموضة المنخفض تمام، يعني انت هتتكلم في وسط ايه يا عم الحاج؟ هتتكلم في وسط حميض. ايوه فعلا انت عندك حق. ليه؟ ان انت قلت لي في وسط قلوي فوق. احنا بص بنقارن بالظبط، يعني احنا نعمل كده عملية مقارنة سريعة عشان المعلومة توصل، ميبقاش مثلا معلومة معقدة لا انت لازم تحفظ كذا. لا يا باشا، احنا قاعدين كده نرسم ونخطط ونظبط الدنيا. ان انا في الاخر من الشغبطة دي كلها عايز اطلع بمعلومات انت واخدها. تعال عندك في الوسط القلوي يكتسب التركيب البلوري شحنة سالبة. خلاص انت جيب العكس بقى. اتفقنا اتفاق. احفظ الحاجة او افهم الحاجة وجيب عكسها. تمام. هو ما قالش عند رقم الحموضة المنخفض أي في الوسط الحامضي تزداد الشحنة الموجبة وتقل السعر. عندك ليه بقى؟ قالك لعمي وعم عيالك توافر البروتونات في الوسط الجميل ده، في الوسط الحامضي. توافر البروتونات يعني بروتونات موجبة. يبقى بروتونات موجبة موجودة فين؟ في الوسط الحامضي. يعني أنا هحتاج أزود شحنات موجبة لما بيكون في الوسط الحامضي.
تعالى كده تطبيقات عملية جميلة. خلي بالك ان احنا في النظام ده يعني بالذات MCQ بيحب اوي التطبيقات ان هو يربطها لك يعني. كان جدا جدا. من الملاحظات العملية في حياتنا، قول لي يا عم الحاج قول لي، أنه عند مكان اتصال مياه نهر بمياه البحر المحيط أو البحر، يعني عند موقع اتصال مياه النهر بمياه البحر، عندك أو دلتا النيل، جميل جدا، عندك البحر الحلو اهو، وعندك ده دلتا النيل، تمام. عند مكان اتصال مياه النهر بمياه المحيط أو البحر اللي بيصب فيه يتلصق طن. قال لك أنا عارف فعلا نتيجة شوية كده حاجات احنا خدناها مثلا، زي مثلا عملية الترسيب وهكذا يعني. ويكون لك الدلتا طبعا اللي احنا عايشين عليها وبناكل ايه طبعا من الزراعة والكلام ده كله. يكون دلتا هذا النهر أو يتلصق مختفيا تحت الماء، تمام. أيام الجيولوجيا تالتة ثانوي، أيام الزمن الجميل. فيذهب ضحيته سفن كثيلة حيث تدمر عند اصطدامها بالعنصر الطمي المختفي فعلا. فلازم تكون السفن دي محترسة ودارسة المنطقة اللي هي بتتكلم عليها. ان هو كده تعالى بقى كده، هو كده حاجتين. هو كده بيقول لك ان انت عندك مثلا، تعالى كده يعني بشكل كده بسيط، هو هتتكلم ان انت عندك مثلا الدلتا بالشكل ده، تمام. عندك مثلا ده بحر، وعندك مثلا ده نهر، ولو نفترض يعني ان الدلتا هتترسب في المنطقة هنا. طبعا الرسم على اعلى جودة بس عايزين نوضح الموضوع. فالطمي اللي هيترسب اللي هنا ده اما يكون ظاهريا او اما يكون مختفيا. فلو هو مختفيا هيسبب تنميل للسفن بسبب رواسب الطمي المختلفة دي. طيب، وارجع تكون هذه الرواسب في ان الطمي مادة غلوية ثالبة الشحنة. ايه ده؟ يا سلام يا سلام جدا. مادة غلوية سالبة الشحنة، ومياه المحيطات والبحار تحتوي على أيونات موجبة الشحنة، أيوة فيها عشان وسط حامضي وهكذا. فتتعادل الشحنتان عند تقابلهما، فتترسب الرواسب داعبة من الطمي المختفي التي تكون الدلتا أو تترسب تحت الماء. عايز أقول لكم يا شباب إن الحتة دي كده لخصت الكلام اللي إحنا بنقوله كله. ببساطة إحنا بناخد العلم ده إحنا بناخده علشان نبدأ نعمله تطبيقات للحياة العملية، أو إحنا بنبدأ ندرس الفعل والتطبيقات العملية اللي بتحصل، وبنبدأ نرجع بقى لسبب العلم ليها. حاجات بسيطة جدا يعني. انت حضرتك ببساطة جدا خدت التبادل الأيوني، وقعدت تقول لي يا عم الحاجة تبادل الأيوني دي عملية عكسية من كاتيونات ومن أنيونات، واتكلمت لي ان انت قلت لي ان انت عندك الأجزاء اللي بتحمل الشحنات دي أجزاء غروية، ساعات بتسود الشحنة السالبة وساعات بتسود الشحنة الموجبة. وخدت أسباب هنا وخدت أسباب هنا، وربطها لك الراجل كله في الآخر بالتطبيقات العملية. إن أنت عندك لما بيكون مياه الأنهار ترتبط أو مثلا يا عم تتصل بمياه المحيط أو البحر، فبيحصل ترسيب ويكون لك دلتا. وبيقول لك يا عم الحاج ان الدلتا دي ممكن تكون طمي ظاهري تبدأ تزرع عليه وتشتغل عليه، او يكون طمي خفي تحت الماء. طب ده بيسبب مشاكل للسفن المرة واصطدامات، وطبعا تدمر السفن. طب الكلام جالك بسبب قالك الكلام جاله بسبب ان حضرتك بيبقى عندك سبب تكون هذه الرواسب أن الطمي مادة غلوية ثالبة الشحن. أيوة فعلا أنا لسه واخد الكلام ده هناك، ماشي. طب عندك مياه المحار والمحيطات تحتوي على أيونات موجبة الشحن. واحد يقول لك يا محمود على فكرة أنت بتقول كده أي كلام ليه يا عم الحاج؟ أنت بتقول لي إن الطمي مادة غلوية ثالبة الشحن. لا، ما أنت لسه واخد الكلام ده هناك إن هي ممكن تحتوي على جزء موجب على أسطح المواد الغلوية وسالبة. طب انت ليه بتقول بس السالبة؟ اقول لك يا باشا ان دي بنسبة كبيرة ان اسطح المواد الغلوية بتكون سالبة الشحن، واحنا قلنا الكلام ده قبل كده، مسكول هنا كمان، تمام. فبتكون الشحنة السالبة في المواد الغلوية اكبر. وكمان انت لو هتقارن حتى هي لو موجود مادة الغلوية بتحتوي على جزيئات موجبة الشحنة، انت هتقارنها يا كبير بمحيطات وبحار اللي هي فيها بتقل طبعا درجة الحموضة ورقم البي اتش عندك هنا، تمام. وبيسود ايونات موجبة الشحنة. فهو بيقولك ان بيحصل عملية معادلة
في عملية تعادل في الآخر. فالشحنات دي لما بتتقابل بتترسب الرواسب الناعمة دي من الطمي اللي بتبدأ السفن تعبر مثلا عليها ويحصل لها صدمات وتدمير. انا عايز اقولك ان احنا كده لخصنا اللي احنا قلناه في دقايق معدودة بالظبط. والجميل جدا ان هو في المقرر اللي احنا بناخده لأي مثلا مقررات من كلية زراعة، تمام، بيربطها بتطبيق عملي. التطبيق العملي ده بيعمل لك كونكت كده، تمام، وبيعمل لك من الاخر يعني خاتمة كده للي انت بتاخده. ان انت لما بتاخد الحاجة وبتبدأ تشوف التطبيق العملي بتاعها، المعلومة ذات نفسها بتوصل لك في دماغك تكون منطقية بنسبة كبيرة. طيب تعالى بقى نتكلم على السعة التبادلية الكاتيونية. الكلام ده يا باشا انت اتكلمت عليه في نهاية الفصل الأول، واتكلمت على السعة التبادلية الكاتيونية لكل مجموعة الكاولينايت والمونتميلنايت ومجموعة المايكا، وقلنا اللي بيحدد عليها. تعالى بقى احنا ناخد التركيز بقى، ناخد الفقرة ذات نفسها. مش صلي على النبي أهم حاجة بس. وتعالى كده نتكلم عن السعة التبادلية الكاتيونية فيما يعرف بكاشيوم اكسشينج سبيسيتي. تمام، جميل جدا. هي كمية الكاتيونات بالملي مكافئ لكل 100 جرام. أيوة يا محمود صح، أنا سمعتها في الفصل الأول بس مكنتش عارف معناها إيه، أنا كنت باخد أرقام بس. تعال نشوف. المرتبطة بالتربة، يعني كمية الكاتيونات بقارنة لكل 100 جرام، تمام، من التربة اللي احنا كنا بنقول كل 100 جرام من المعدن، يعني مرتبطة بالتربة بصورة متبادلة عند رقم حموضة يساوي 7 أو أي رقم آخر مناسب. يعني عند رقم مناسب للبي اتش بيحصل تبادل، تمام، للكاتيونات دي ما بين حبيبات التربة. لذلك لابد من ذكر رقم الحموضة الذي قيست عنده السعة التبادلية الكاتيونية. عملية التبادل الكاتيوني يا جماعة، طبعا اهو بص انت عندك حبيبات التربة الجميلة وعندك كده ايه عناصر حلوة قوي، كالسيوم ومش عارف صوديوم وبوتاسيوم، بيحصل عملية تبادل ما بين الكاتيونات وبعضها. محمود وانت كده هتكلمني على شحنة موجبة صح؟ قالك جميل. تعالى نرجع تاني. تعتبر عملية التبادل الكاتيوني من أهم التفاعلات المؤثرة في العديد من المجالات، خاصة في مجال خصوبة التربة، ماشي، حيث محاولات الوصول للاتزان بين السيولة الذائبة من العوامل التي تتوقف عليها السعة التبادلية للأرض. خلاص انت عرفت مفهوم السعة التبادلية للأرض فوق، ودلنا نعرفه كده يعني ونفهمه. تعال نتكلم بقى على العوامل اللي تتوقف عليها السعة التبادلية دي، وهنلاقيها عوامل منطقية بإذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة عندك قوام الأرض أو مقدار ما تحتويه الأرض من طين، حيث تتفاوت سعة تبادل الكتيونات في الأرض حسب قوامها، فقد تكون بسيطة جدا في الأراضي الرملية. طيب منطقي جدا إن أنت عندك أنا عايز أزود سعة تبادل الكتيونات، يعني أنا عايز أصلا أزود العناصر، تمام، والمواد اللي هي الزائبة دي علشان تعمل تبادل الكتيونات زي الكالسيوم والبوتاسيوم والكلام ده كله. فأنا هعتمد إن أنا أزود قوام الأرض، فهزود مقدار ما تحتويه الأرض من تي، تمام. فبيعتمد أول عامل على حسب قامة. فلو تكون بسيطة مثلا في الأراضي الرملية هتيجي مثلا تقيس مثلا هتيجي تقيس سعة تبادل الكتيونات دي هتلاقيها من 5 ل10 ملي مكافئ ل100 جرام تربة، قد تصل لأكثر من 50 ملي مكافئ عندك في الأراضي الطينية الثقيلة. فأول حاجة قوام التربة، قوام الأرض مهم جدا، تمام. كل ما يزيد مقام الأرض من طين كل ما هيزيد معاك سعة تبادل الكتيونات. تعال نتكلم عن تاني حاجة، مقدار ما تحتويه الأرض المواد العضوية. برضه كل ما بيزود عندك المواد العضوية كل ما قوام الأرض هيزيد من كل ما قوام الأرض هيزيد كل ما هترتفع سعة التبادل الكتيونية للأراضي. فهتلاقي مثلا عندك طلع سعة التبادل في الغليات العضوية ما بين 200 ل 400 أو أكتر ملي مكافئ، فنسبة كبيرة أعلى بكتير عن قيمات الغليات المعدنية كالطين. يبقى نسبة المواد العضوية، تمام، في الغليات العضوية أكبر من الغليات المعدنية. يبقى أنت عندك حاجتين، قوام التربة وعندك نسبة الغليات للمواد العضوية. تعالى بقى نتكلم على نوع معدن الطين السائل للأرض، وإن السعة التبادلية تختلف من معدن طين لآخر وتزداد مع معادن الطين ل2 ل1.
مش فاهمها دي أوي يا محمود، ما تيجي نثبتها. تعالى نثبتها. أهم حاجة يا جماعة وأمتع حاجة في المقارنة للشرح اللي احنا بناخده، إن احنا نقدر نعمل مقارنة ونقدر نثبت من خلال الشرح اللي خدناه. تعالى بقى نتكلم مثلا مجموعة المايكا. هتلاقي إن مجموعة المايكا نسبة السيليكا للألمنيوم نسبة عناصر فيها تمام في المعدن 2:1. ولما تيجي تشوف هنا هتلاقي إن سعة تبادل الكاتيونات بتاعتها كبيرة من 15 ل45. حلو. تعالى برضو نشوف مجموعة ايه، مجموعة المونتو ليلونايت. برضو هتلاقي ان ايه، هتلاقي ان نسبة السيليكا للألمنيوم 2:1. تمام. تعالى ننزل تحت هتلاقي ان سعة تبادل الكاتيونات بتاعتها كبيرة، هتلاقي من 80 و150 ملي مكافئ لكل 100 جرام ايه من المعدن. بس مثلا لو جبت كالونايت اللي سعة تبادل الكاتيونية بتاعتها ايه، بتبقى ايه قليلة شوية، وبتنحصر مثلا في الايه الأجزاء المكسورة. فدي كده يا باشا ان كل ما تكون نسبة العناصر في المعدن من سيليكا والألمنيوم، كل ما النسبة بقت 2:1، فبتزيد معاك في سعة التبادل. حيث إذا كانت مواقع التبادل كلها مشغولة بالقواعد فتسمى الأرض مشبعة بالقواعد، كما في حالة أراضي المناطق الجافة. ركز في حالة المناطق الجافة دي نعجلها كمان شوية. كده يزيد من قيمة السعة التبادلية الكاتيونية للأرض. ازاي بقى؟ إن أنت عندك درجة تشبع الأراضي بالقواعد، يعني درجة تشبع الأرض بالأماكن. كل ما يكون الأماكن مشغولة، تمام، الأماكن المشغولة اللي فيها العناصر دي تسمح بعمل التبادل كاتيوني، تمام، والسعة التبادلية، كل ما هيكون أكتر السعة التبادلية دي كبيرة، إن الأماكن المشغولة بتاعتها أكبر، فهي مشغولة بالقواعد، تسمى الأرض مشبعة إيه بالقواعد. والكلام ده بيتركز أكتر في أراضي المناطق الجافة، وهتفسر الكلام ده بعدين، هنفسر الكلام ده بعدين. وهذا يزيد من قيمة السعة التبادلية الكاتيونية للأرض، إن كل ما كان القواعد مشغولة بالأراضي، تمام، أو كانت الأراضي مشغولة بالقواعد، فهيزيد معاك السعة التبادلية الكاتيونية، وده بيتركز في أراضي المناطق الجافة. تعالى بقى نتكلم عن حموضة التربة. بسم الله الرحمن الرحيم. حموضة التربة يعرف بي اتش بأنه لوغاريتم السالب. فكرك بحاجة أيام الرياضات الجميلة كده، لتركيز أيونات الهيدروجين النشطة في المحلول. فبيقولك مثلا إن البي اتش ده يعرف بسالب لوغاريتم، تمام، أيون الهيدروجين. بيقول لك إن أيون الهيدروجين ده يعرف بالإيه، بالأيونات الهيدروجين النشطة المولارية، إن واخدين أصلا التركيز المولاري وهكذا. وبيقول لك إن في حالة الماء النقي تركيز الهيدروجين وتركيز الهيدروكسيد هديك 10⁻14 مرة. وقال لك إن لوغاريتم تركيز الهيدروجين زائد لوغاريتم تركيز الهيدروكسيد تديك -14، وبالضرب في سالب لكل من الطرفين حقق المعادلة الجميلة دي، إن يديك مثلا بي اتش زائد البي او اتش يديك 14. طب تعالى كده نفهم. قالك والله الهدف من خلاصة المعادلة دي يحدد لك إن كل وحدة تغير في البي اتش هيقابلها تغير في تركيز كل من الهيدروجين والهيدروكسيد بمقدار 10 أضعاف. وده هيساعدني جدا إن أنا هدرس، تمام، حموضة التربة. كل تغير من بي اتش هيصاحبه تغير في تركيز كل من الهيدروجين والهيدروكسيد بمقدار 10 أضعاف. تمام. وقال لك كمان هنا يجب أن تفرق بين حاجتين، الأكتيف أكسيديتي والريسيرف أكسيديتي. الحموضة النشطة يا جماعة والحموضة الكاملة. فالحموضة النشطة هتتركز فيه، بتشمل أيونات الهيدروجين الموجودة في المحلول الأرضي، واللي بتكون مسؤولة عن قيم البي اتش محلول التربة. بينما تشمل الحموضة الكاملة والمحتجزة أيونات الهيدروجين الموجودة على مركب أو معقد الإدمس صوص. وتوجد هذه الأيونات أعلى صورتها في حالة اتزان مستمر. تعالى كده نفهم. بيقولك إن يا باشا أنت عندك الحموضة النشطة دي هي المسؤولة عن تغير قيم البي اتش في محلول التربة. والحموضة الكاملة والمختفية دي تتواجد على مركب أو معقد الإدمسموس. ويوجد هذه الأيونات على صورتها في حالة اتزان مستمر، بتتركز في الأيونات يعني. طيب كمان في حاجة كمان، انت لما تيجي تقيس الحموضة النشطة هتقيسها باستخدام جهاز البي اتش ميتر. اما لما تقيس الحموضة الكاملة تقدر تعملها بعملية المعاينة، تمام، باستخدام بواسطة قلم ووجود كاشف. وعملية المعاينة طبعا أكتر حاجة احنا شطور فيها في الكيمياء يعني.
تعالى بقى نتكلم على مصادر الحموضة بالتربة. مصادر الحموضة بالتربة دي جاية منين مثلا، والكلام برضه يكون منطقي، يعني كلام ممتاز جدا حلو أوي. مصادر الحموضة ايه بالتربة؟ يلا بينا صلى على النبي. مصادر الحموضة بالتربة أول حاجة هتتكلم مثلا فيها عن تحلل ماء الكتيونات المتبادلة وإحلال مجموعة الأيونات الهيدروجين مكانها على موقع التبادل. فعلا كل ما بزود من أيونات الهيدروجين بزود البروتونات، تمام، كل ما بيزيد درجة الحموضة، بتقل درجة ايه قاعدية، والكلام ده احنا خدناه في تركيز الأيونات المكافئة. يبقى أول حاجة منطقية بالنسبة لنا وسهلة وجميلة. تاني حاجة تحلل ماء مركبات الحديد والألمنيوم في الأرض، تمام، الحامضية البي اتش أقل من 6، برضه دي بيزود رقم. تحلل المواد العضوية بالتربة إن هي بتنتج لك مواد حامضية تتنفس جذور النباتات، تديك ثاني أكسيد الكربون، وثاني أكسيد الكربون هيذوب في المية، هيذوب في المية يديك حمض الكربونيك. كلام ايه منطقي أوي. أكسدة الألمونيا كمان نترات وكبريتات، والكبريتات ذات تأثير حامضي. يعني يعتبر بص هو بيديكي شوية تأثيرات في الآخر هيديكي نوع من الطابع الحميدي فيها. كمان الماء الايه ماء المطر على غازات حامضية مثل CO2 الذي يتسبب في أمطار حامضية تصل من نمو أشجار الغابات وتنمو الغطاء النباتي بصفة عامة. جميل جدا. ده كده من مصادر الإنتاجية للحموضة بالتربة. عرفنا حموضة التربة في نشطة وكامنة واتكلمنا على الجزئية. هنتكلم يلا على آخر حاجة العوامل المؤثرة على بي اتش التربة. عندك مثلا تأثير الصوديوم على بي اتش التربة. ينطلق الصوديوم من تجوية المعادن وفي المناطق الرطبة. تقوم عملية الغسيل بإزالة الصوديوم الضعف التجاذب بينه وبين مواقع التبادل على سطح الغرب. دي لازم تأكدها. بس الكلام ده فين؟ الكلام ده يا باشا في المناطق الرطبة بيبقى فيه ضعف ما بين الصوديوم وقوة التجاذب بينه وبين ملكة التبادل على سطح الغرب. أما بقى في المناطق الجافة إن الصوديوم يتراكم في صورة كربونات صوديوم، ويميل الصوديوم يشغل بعض مواقع التبادل. فمواقع التبادل زي مثلا الصوديوم، عشان كده احنا قلنا احنا قلنا انا لسه هجيلك في حتة المناطق الجافة دي. تعالى نطلع كده اهو. كما في حالة المناطق الجافة عندي حق ولا لأ بقى؟ لما بتزيد درجة تشبع القواعد وتزيد المكان اللي هيملى فيه العناصر ان هي تعمل الساعة التبادلية الكاتيونية، بيزيد الكلام ده في المناطق الجافة. فالكلام ده كله يدل على زيادة السعة التبادلية للأرض. وهنا فعلا ده وضح الكلام لما هو بيقولك إن الصوديوم بيقل السعة ومراكز التبادل ليه في المناطق الرطبة وبتزيد في المناطق الجافة. كده في كل مكان في المناطق الجافة كل ما القواعد أو أماكن قواعد في التربة تكون مشغولة أكتر كل ما تكون السعة التبادلية الكتونية أكتر. جميل جدا. الكلام ده في النهاية يا شباب ينتج عن التحلل المائي كل من كربونات الصوديوم كل من كربونات الصوديوم والصوديوم المتبادل مركب شديد القاعدية. ده مهم جدا هو هيدروكسيد الصوديوم. أيوة الكلام ده هستفيد منه ايه؟ تعالى بقى أقولك. فإذا تشبعت التربة بمقدار 15% أو أكتر بالصوديوم أو وجد بها نسبة معقولة من كربونات الصوديوم، فإن كمية البي اتش التربة قد تقع من 8.5 و10. أنا كده قدرت من خلال إن أنا أحسب نسبة الصوديوم في التربة من مقدار 15% أكتر من كده إن أنا أقدر أحدد بي اتش التربة الذي يتراوح بين 8.5 و10. فعلشان كده تحديد وتأثير الصوديوم على بي اتش التربة قدرت من خلاله إن أنا أقدر أو أحسب نسبة بي اتش التربة من خلال تأثير الصوديوم عليه. دي كده أول حاجة. تاني حاجة تأثير الأملاح على بي اتش التربة. تحتوي الأراضي الملحية على كمية من الأملاح حلو بتكفي أصلا لتعطيل النمو النباتي بسبب رفع الضغط الأسموزي المحلول الأرضي، وده بيقلل امتصاص الماء بواسطة النباتات بالإضافة لتأثير نوع الأيونات الأملاح على النبات نفسه. تمام جميل جدا. فتتراكم الأملاح الزائبة طبيعيا دي في أراضي من المناطق الجافة أو تتراكم نتيجة لإضافة مياه الأرض الأسمدة بكميات كبيرة، كما هو الحال في استعمال كلوريد البوتاسيوم كسماد رئيسي. طيب من خلال بقى دراستي لنسبة الأملاح دي، من خلال دراستي بقى لنسبة الأملاح دي استنتجت ايه؟ استنتجت إن بيكون التربة البي اتش بتاعها 7 أو قريبا منها. فأنا من خلال دراستي تركيز الأملاح ورفع الضغط الاسموزي لمحلول الأرض وتقليل امتصاص الماء بواسطة النبات، وازاي تأثير أيونات الأملاح دي على النبات أصلا، تأثير الأيونات دي على النبات، قدرت
احسب ان انت عندك في الاراضي الملحية دي بيكون البي اتش للتربة 7 او قريبا منه. كده يا شباب خلصنا الفصل التاني، تمام، في جزء ومقرر كيمياء الأراضي. إن أنت زي ما احنا قلنا إن أنت عندك إن الفصل الأول ألف والفصل الأول ب الاتنين مرتبطين ببعضه. حاولت إن أنا أعمل كونكت ما بين الاتنين، إن أبين لك إن المعلومات كلها متصلة ببعضها، وأنت بتاخد فقرة وبيحصل عملية تدريج بالنسبة لك، لأن المعلومة توصل لك بشكل منطقي وتكون شكل إيه، كتخيلي كده مفهوم بالنسبة لك. أنا عارف إن 1+2 بيساوي 3، هو ده اللي بيحصل بالظبط. أتمنى الشرح إن شاء الله يكون عجبكم ونكون في دماغكم على قد ما نقدر. سبحان الله وبحمده، أشهد أن لا إله إلا الله، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم.